السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم كاملين في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حوته معمره بالكروفيت وبالمرافقات ديالها. كنحتاجوا لربعه المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس باش غادي نوجدوا الشرموله. عندي معلقه صغيره ديال القزبر يابس مع مرش، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الزعفران، معلقه ديال السكينجبير مع مرش، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال العطريه ديال الحوت، شويه ديال الملحه الصينيه، شويه ديال السودانيه، الملحه العاديه، عندي معلقه صغيره ديال الكمون، ربع معلقه ديال الزعتر، وواحد شويه ديال ورقه سيدنا موسى اللي مطحونه. صافي كنخلطوا العناصر كامله مع بعضياتهم. كنزيد واحد ربع كاس ديال عصير ديال حامضه ديال الليمون، وعندي نص كاس ديال الزيت النباتي، وعندي واحد 5 الفصوص كبار، يكونوا كبار ديال الثوم محكوكين. صافي وكنخلطوا الشرموله مزيان مزيان. من بعد كناخذ واحد المقله كندير فيها واحد البصله محكوكه وواحد شويه ديال الزيت، وكندير واحد المعلقه ديال الشرموله. صافي وكنشحروا هذيك البصله مزيان مزيان حتى كتنزل لينا. انا هنا في هذه الوقيته هذه راني دايره الفيرميسيل، مرقداها في الماء طايب مع 2 المعالق كبار ديال العطريه ديال الحوت. وكناخذوا لي شامبينيون 25 غرام الكحلين، كنرقدهم حتى هما في الماء طايب، ومن بعد كنغسلهم باش كنحيدوا منهم داك التراب. عندي هنايا علبه ديال الفطر الابيض، ممكن اننا نديرو طري حتى هو من الاحسن. صافي ومن بعد ملي كنصفيو هذيك الفيرميسيل كنقطعوها رقيقه وكنخلطوها مع الحشوه كامله. كنزيد واحد المعلقه ديال العصير ديال الحامض، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال صويا صوص اللي كتكون خفيفه، وغنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه اختياريه اولا الصلصه الحاره، يعني اللي كياكل الحار ممكن اننا نديرو الحار. كيف ما كنعرفوا بان الحار كيتماشى مع الحوت بزاف، كنحاولوا اننا نديروه. وفي هذه الوقيته هذه انا راني دايره الخضره كتسلق باش غادي نرافقها مع هاد الحوته هذه. كناخذ حيت انا تحذف لي فيديو اللي فيه دوك المقبلات كلهم مشى ليا حتى نعاود ننزل لكم كل حاجه بوحدها. هنا درت واحد حامضه مصيره صغيره اللي مقطعاها محيده لها اللب ومخليه لها غير جلده، قطعتهم رقاق. وهنا كنزيد واحد 3 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. صافي ملي كنشحروهم مزيان مزيان كنحطوهم في واحد الطبسيل وكنخليوهم يبردوا. ومن بعد كناخذ الكروفيت كناخذ كيلو معبور وهو منقي، يعني ماشي كيكون باقي ما منقيش. صافي كناخذ الكروفيت كنقيه وكنغسلو وكنعبر كيلو. هنا كنديرو مع واحد المعلقه ديال الشرموله. صافي كنشحروه وكنديروه مع ديك الحشوه وكنخليوهم يبردوا. صافي كناخذ الحوته كندير ليها الشرموله حتى هي مزيان مزيان، وكنخليو الشرموله حتى كتبرد لينا، يعني ما كنعمروش الحوته وهي الشرموله سخونه. مني كتبرد مزيان عاش كنعمروها. هنا راه الحوته محلوله من الظهر باش كتهز لينا الحشوه مزيان. صافي كنحاول انني نعمرها مزيان مزيان وكنعمر لها حتى الراس حتى هوايه. والحشوه اللي كتبقى ليا كنصايب بها السيجار وكنصايب بها البريوات باش كنرافق بهم الحوته. مني كنعمر الحوته مزيان كنحاولوا اننا نضغطوا عليها باش ما كتخرجش لينا الحشوه. هنا مني كنعمروها بالظهر راه كتهز لينا الحشوه كثيره. صافي هانو ما عمرت حتى الراس حتى هو كنكب واحد شويه ديال الزيت من الفوق وكنجمع ديك الحوته بالبابي سولفوريزي
كنلويها مزيان مزيان وكنعاود نغلفها بالبابي الومنيوم وكنخليها حتى كنوجد المرافقات ديالها كاملين. كتبقى لينا شي حاجه خفيفه كندخلوها الفران اللي كنكون مسخناه من قبل، كنطيب على 230 درجه، كنخليوها تقريبا ساعه او ساعه ونص على حساب الحجم ديال الحوته. المهم كنبقاو مقابلين الحوت، ما خاصوش ينشف لانه ولا نشف راه ما كيجيش مزيان، كيخسر يعني المذاق ديالو ما كيبقاش زوين. صافي ملي كنوجدها كيكون وجدت كل شيء عاش كندخلها للفران كيف ما قلت لكم. انا في هذه الوقيته هذه راني سلقت الخضره، يعني سلقت البطاطا الكورجيت وخيزو، قطعتهم مكعبات وصوطيتهم في معلقه ديال العطريه في الاعشاب المنسمه، وواحد المعلقه ديال الابزار ومعلقه ديال الملح، يا اما نديروا معلقه ديال الزبده سبيسيال اولا كنديروا الزيت. صافي وكنحطوهم وكنزيد معاهم طوماط سوريز باش كنزينوهم، يا اما كنديرهم في العواد ديال الشوا اولا كنخليهم غير هكاك محطوطين كيف درت لهم انايا. صافي دابا غادي نخليها، غنكون انا هنايا وجدت السوشي ووجدت لي كانابي وعندي هنايا البريوات وعندي السيجار، حتى ننزل لكم الفيديو ديالهم كل واحد بوحدو، غادي نعاود نصايبهم وننزل لكم الطريقه كيفاش. ومن بعد صايبت حتى ليكيش، وجدتهم في الليل، عجنت العجينه ديالتهم وصايبتهم ودرتهم في القوالب ديالهم ودخلتهم للثلاجه، غير الثلاجه ماشي المجمد، وخليتهم حتى للصباح، دخلتهم للفران طابوا نص طيبه. من بعد وجدت لهم لاباغي ديالهم درتهم باللي زيبينا والكروفيت. المهم هاد المرافقات والكلاص وهذا راه مشى ليا الفيديو حتى نعاود ننزلو لكم. صافي خليتهم مني هذا طيبتهم من الاولين وقاديتهم، ومن بعد قاديت الحوته ووجدت البلا ديالي على هذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوه دابا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، حبيت نشارك معكم الطريقه ومشى ليا الفيديو ديال الكلاص وديال الديسير حتى نعاود ننزلو لكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسونيش بواحد لايك واشتراك وتخليوا لي واحد التعليق باش تحفزوني. شكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.